علمت المنتخب بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقعت عقداً مع الناخب الوطني الجديد محمد وهبي مفتوح الأمد وغير محدد زمنياً، إذ أنه بمقدوره الاستمرار على ضوء التقييم الذي سيقام بعد نهاية كأس العالم 2026، وبالتالي استمرار وهبي مع المنتخب مرتبط بالنتائج التي سيحققها في المونديال. وبالمقابل علمنا أن راتب محمد وهبي حدد في 60 مليون سنتيم، وهو ضعف ما كان يتقاضاه عندما كان مدرباً لمنتخب أقل من 20 سنة، حيث كانت أجرته 30 مليون سنتيم. وتنتظر محمد وهبي تحديات كبيرة، وبخاصة كأس العالم 2026، حيث يتطلع الجمهور المغربي إلى أن يواصل المنتخب الوطني حضوره العالمي ويحقق نتائج أفضل في هذا الاستحقاق العالمي.